دماغي وتركيزي وشغلي وحياتي ودنيتي كلها على التيك توك هبقى باحترامي وبأدبي برضو. يعني انا واحدة ما عنديش يوتيوب، لو كنت عملت يوتيوب من بدري كان زمانه اشتغل ونزلت عليه ارباح. لو كنت طلعت انا وولادي الحمد لله يعني عندهم خلفية بحتة اليوتيوب وازاي بيعرفوا يطلعوا يعملوا مثلا حوار مع بعض او يعملوا برامج او يتكلموا مع بعض، هقدر اطلع زي اي ناس تقول لك عائله منى واحمد، عائله الفرفوشه، العائله مش عارفه ايه. كان ممكن اعمل كل الحاجات دي. دي بارادتك وبتسهيل ربنا ونعم بالله. النيه برضو ربنا بيدي كل انسان على قد نيته. انت نيتك خير وبتسعى في الخير، بتعمل اللي عليك. ما نجحتش في الحاجه دي هتخش هتنجح في حاجه تانية، ما نجحتش في التانية هتنجح في التالتة، ما نجحتش في التالتة اقعد بقى ساكت وريحنا وما تقرفناش. فاهم؟ الفيس على فكره بيجيب ارباح، ما هو بيجيب، بس انا ماليش خلق. انا ماليش خلق. انت بتشوفني على اللايفات كل يوم، ده انا فين وفين. يعني لما بطلع لايف مثلا مرتين ثلاثه وتبص تلاقيني غبت 10 ايام 20 يوم. ببقى طالعه اقسم بالله، ببقى طالعه بالزق بالزق كده. بس انا المفروض كواحده بقى عندي صفحه، ومش هنقول محتوى لان انا اللي عندي ده يعني كل واحد. هو انت محتواكي ايه؟ هو انت محتواكي ايه حضرتك اللي بتتفرج على ايه محتويات على التيك توك؟ او لكم المحتويات اللي على التيك توك، وده اللي هيعجبني فيك. ربنا يخليك ويسعدك يا رب يا اكسلنت. محتوى اكل، وانا بعمل اكل ببيتي ايا كان، بعمل لقمه بسيطه لقمه كبيره. اكيد مش حابه ان انا كل حاجه اعملها الناس تشوفها. في حد معاه حد ما معهوش، انا معايا ما معيش. ممكن انت تعمل، انا اشتهي الاكله اللي انت بتعملها وانا ما اقدرش اجيبها لاولادي. مفيش محتويات، بس انا بديك بقى ايه. اصل واحد داخل عامل لي تفشكي قوي، كل لايف بيحصل فيه الكلام ده. انت ايه محتواكي؟ واللي عنده محتوى مش بيجي هنا. اه بالظبط. المهم، يا محتوى اكل، يا محتوى ملابس، يا محتوى غنى، يا محتوى قرآن. دي بالنسبة للتيك توك هي دي المحتويات اللي موجودة. انا ما شفتش حاجة تانية. بس دي المحتوى اللي هي في الفيديوهات. يا اما ليبسينج، الليبسينج ده اللي انا بعمله. يعني ايه ليبسينج؟ يعني اجيب الاغنية، اجيب اللايف، اجيب الاغنية بتشغل صوت، انا شغل عليها الصوت بس بطريقتي. انا بحب الطريقة الكوميدية، الضحك، الهزار، الحاجات البسيطة. ممكن سؤال؟ اتفضل. تمام، على قد دماغي وعلى قد عقليتي وعلى قد اسلوبي واللي ينفع معايا ومع ظروف بيتي. مع ظروف بيتي، لان انا مش قاعده في البيت ده لوحدي. تسلم ايدك يا اكسلانس، الله يرضي قلبك يا اختي كاميله، يا اختي سيمولا، يا اختي. حضرتك من فين؟ انا من مصر. تسلم ايدك، الله يسعد قلبك ويكبر بخاطرك يا رب يا اكسلانس. الله يرضي قلبك يا رب، يرزقك الخير كله. بس فانا واحده مثلا ظروف بيتي، انا معايا امي، معايا اختي، معايا بنتها، معايا ولادي. مش هقدر اخد راحتي ولا مساحتي في البيت ان انا اروح المطبخ واروح الصاله واروح هنا واروح هنا. انا باخد زاويه كده كل فين وفين كتغيير، لاني مليت. الناس بتطلع تشوفني بخلفيه واحده. ربنا يخليك يا محمد، تسلمني، الله يسعد قلبك يا رب ويسترك. تسلمني على الدعوه الحلوه والله، ولك بالمثل يا رب. فبحب كده. انا من طبيعتي شخصيه مش طول الوقت متكلمه ومش طول الوقت ساكته. انا متقلبه، انا صريحه مع نفسي. انا عارفه ظروف نفسي وعارفه حالتي. ساعات ببقى كده هوبا دماغي، ساعات بتحس ان انا لسه وعندي كهرباء زياده في دماغي. الله يسعدك يا محمد، تسلمني على الاشتراك. طب روحي على غرفه النوم. في ناس هنا في دماغها في حته تانية خالص خالص، موديه زي حالاتي. موديه. شويه تلاقيني مزاجي، انا مودي ممكن يتغير في اليوم 17 مرات. شويه تلاقيني عايزه اضحك، شويه مش عايزه اتكلم مع حد، شويه عايزه اقعد لوحدي، شويه عايزه اكل جعانه وعايزه وممكن اتخانق مع حد واروح اكلمه ولا كاني قلت له حاجه، هو عايزاه يكلمني وما يعاتبنيش ان انا زعلت معاه. يعني اعمل نفسك مش واخد بالك. وعصبيه قوي وعناديه قوي. انا دي طبيعه شخصيتي. بس اللي يفهمني، انا يعني ما بحبش اكون ولا انا وحشه مع حد الا اذا كان الشخص ده وحش معايا. انا ببقى وحشه، لان انا بطبعي من جوايا بحب الخير، بحب الخير للناس. احب اعمل اللي اقدر عليه حتى لو بالكلمه كويسه. كلمه كويسه. برج الجوزاء. انا حاسه ان انا مش برج الجدي، يعني المفروض انا برج الجدي، انا حاسه ان انا مش الجدي، انا الجوزاء. العند ده لعبتي، بس لو حد خلاص غسلت ايدي منه.
لو حد مش فارق معايا خلاص، ولا اعند ولا تعند، مع السلامه. هو اصلا مش فارق لي، مش فارق لي. اذا كلامي صح، لا انا الجدي. الدلو، لا الدلو انا مش الدلو، انا الجدي. فبصراحه وساعات كده تلاقيني فاتحه اللايف وقاعده بتكلم وبضحك وبهزر، فجاه كده تلاقي مره واحده قفلت، قاعده كده بس بقرا كومنتات، اقرا كومنت وارد عليه واعدي 10، على حسب المود بتاع الانسان بس. ف الكومنتات برضو هنا بتساعدنا ان احنا نفتح مواضيع ونتكلم. يعني انا ممكن اكون طالعه عندي قصه اقولها، موضوع احكيه، بس خلص، طب وبعدين شطبت انا كده؟ لا، الكلام بيجيب كلام. الكلام بيجيب كلام. انا مش بسمع الكومنتات السلبيه، لان في ناس بتكتب كومنتات سلبيه عشان تلفت النظر، وعشان ارد عليها، وعشان عايزين ياخدوني في الحته دي، عشان يستفزوني وعشان اتحذر. فانا الاول لما كنت طالعه جديده ومش فاهمه في التيك توك، جديده زي اي حد بيطلع جديد، كنت بقع في حاجات كتيره قوي زي الغلطات دي. دلوقتي لا، دلوقتي لا. يعني واحده زي دي كده بتقولي لابسه كفن اسود. طب انا فتحت صورتك، انا يعني اللهم اعتراض على خلقه ربنا، اللهم على اعتراض، بس مش المفروض انتي اللي تعلقي الواحده ست. ده لو انتي ست في الاصل، يعني ممكن تكوني راجل وحاطه صوره واحده ست، فبتقولي لابسه كفن اسود. والله لما اموت مش هيفرق الكفن لونه اسود ولا ابيض، انا مش هبقى شايفه حاجه ساعتها، مش هبقى شايفه حاجه. انا ساعتها هبقى جوه بقى ايه، يعني تحت ايد ربنا، حساب الملكين. دي 6 اشهر، دي 6 اشهر. لابسه كمان تحت، يبقى ده راجل مش ست. دي حاجات من ضمن الحاجات اللي انا برضو باخد بالي منها. مش كل حد حاطط صورة راجل يبقى راجل، ومش كل واحدة ست حاطة صورة واحدة ست تبقى هي ست. حتى لو حاطة صورة واحدة ست واسم ست، بتبقى مش ست في الأصل، فاهمين؟ بتبقى راجل وعامل اكاونت فيك، حاجة زي كده يعني. بصي يا بسين، الكومنتات السلبية دي هي سر نجاحي. وصلت لك المعلومة؟ هم؟ وصلت لك المعلومة؟ بعرف ازاي وامتى اتغلب على كل حاجة مش حلوة قدامي. خلاص، اللي فاهم الحاجة وفاهم المغزى بتاعها برتاح منها، لكن انا ليا مزاج وهدف في بعض الكومنتات ارد عليه بس.